السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده الجمعة، كل جمعة وانتم طيبين، وجمعة مباركة عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. اللهم اجعلها جمعة خير وسعادة يا رب. تعالوا نعمل أكلة حلوة مغذية وكلها فيتامينات وبروتينات وجميلة ومشبعة وسهلة جدا وبسيطة جدا، وكلها يعني حاجات بسيطة جدا من البيت، مش هتتعبي فيها والولاد هيعشقوها ويحبوها. أكلة اقتصادية جدا وموفرة جدا. تعالوا نسمي بالله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه. هاتي نص كيلو عدس، نص كيلو رز وربع كيلو عدس، والكمية دي بتاعتك. انا عملت ربع عدس ونص رز. جبت معلقة حلة كده وجبت حطيت فيها معلقة سمنة بلدي محترمة كده وشوية زيت زي ما انتوا شايفين بالظبط. هغسل الرز طبعا وهصفيه، والرز المصري ما بيتنقحش يا جماعة، انت تغسليه وتصفيه على طول. هقلب الرز كده واغلفه كويس جدا في السمنة والزيت اللي انا حطيته، وافلفله جدا كده، اخليه مفلفل وتبقى الواحدة بوحدتها كده زي ما انت شايفة. وهنا نزلت بالعدس طبعا بعد ما غسلته مرة واتنين وتلاتة وصفيته. لازم تغسليه مرة واتنين وتلاتة وتصفيه كويس وتنزلي بيه على الرز زي ما انت شايفة كده. وده بقى البهارات بتاعتي، كمون وفلفل اسود وكزبرة بس وشكرا. ونحط المية المغلية، والمية تبقى قد عقلة الصباع بس طبعا عشان العدس ما يتهريش معانا، ما بياخدش شوربة كتير، وفي نفس الوقت الرز يبقى مفلفل. تمام، هنسيبهم يستووا. نروح نجيب شوية بصل حلوين كده نقطعهم جوانح زي ما انت شايفة كده، هبدرهم بالدقيق والملح، وهنروح على زيت سخن. الحركة دي بقى بتاع الدقيق والملح بتخلي لك البصل مقرمش. وده بقى بصل الكشري، عشان احنا هنعمل الكشري بس الكشري الاسكندراني. عارفين طبعا كلكم الكشري الاسكندراني أكلة جميلة ومغذية والولاد بيحبوها جدا جدا. انا يعني بصوا عملتها والولاد نسفوها مخلوش منها حاجة. حمري بقى البصل كده زي ما قلت لك زي بصل الكشري بالظبط. شفت لما بتعملي الكشري المصري وبتعملوا له البصل المقرمش ده اللي هو الورد زي بتاع المحلات، هو ده نفس الكلام. تمام يا حبايبي، هنا بقى اتحمر البصل معانا اهو. هنطلعه من الزيت. وطبعا انا سلقت بيض، وانتوا عارفين كلكم البيض بيتسلق ازاي. بتغسليه وتحطيه في الميه، تحطي عليه معلقه خل ونص معلقه ملح وتسيبيه يتسلق. وهنا جبت طاسه حطيت فيها معلقه سمنه بلدي ونزلت بالبيض ده، حركته كده واتحمر زي ما انت شايفه كده. والسمن ده انا مش هرميه، انا هطش بيه الرز بعد ما استوى. والرز جميل جدا ومفلفل زي ما انتوا شايفين، الواحده بوحدتها. والعدس مش مهري ولا حاجه، الواحده بوحدتها برضو. وهنا قليت بطاطس وعملنا بتنجان. وطبعا الولاد عملنا لنا طبق جبنه كده بطماطم وخيار عشان تبقى اكله كامله متكامله ومغذيه. وعملت طبق الصلصه اللي انتوا شايفينه ده، توم وطماطم مفرومه وزي بتاعه الكشري بالظبط. شوفوا الجمال بقى وشوفوا الحلاوه. والبطاطس سلقتها نص سلقه وحمرتها. ودي كانت اكلتنا النهارده، والا البتنجان بقى يا جماعه المخلل. وطبعا الطريقه بتاعته عندكم في القناه. انا ممكن تسلقيه وممكن تقليه في الزيت. تمام، البتنجان ده ممكن تقليه وممكن تسلقيه اهو زي ما انت شايفه. ده بقى يتحط في التلاجة، لونه بيتغير وبيبقى للون البنفسجي، بس انا طبعا لسه عاملاه الوقت فما لحقش ياخد اللون بتاعه. ودي كانت اكلتنا النهارده. وكل جمعة عليكم بخير وسعادة ان شاء الله عليكم. وجددي بقى في اكلك واعملي اكلة جديدة العيال يحبوها. وما تنسيش بقى في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، ومع الف سلامة.